السلام عليكم. سوف نتحدث اليوم بإذن الله عن علاقة العقل الباطن بجسم الإنسان وطريقة إحساسه وإدارته للأحاسيس المختلفة، والتي من أهمها الألم والتوتر. فما هو تأثير الأفكار أو المشاعر في العقل الباطن على العمليات الحيوية التي يقوم بها جسم الإنسان، سواء كانت حركات أو عمليات إرادية مثل الحركة أو المشي، أو لا إرادية مثل الإحساس بالألم مثلا أو التوتر العصبي أو غيرها؟ بمعنى، هل يمكن التحكم بوظائف الجسم اللا إرادية عن طريق التخيل أو التأمل مثلا؟ وإن كان ذلك ممكنا، فإلى أي درجة يمكننا ذلك؟ ذكرنا في دروس سابقة بأن عقل الإنسان ينقسم إلى الوعي الذي يمثل ما نسبته 10%، وإلى اللاوعي أو العقل الباطن والذي يمثل 90% من عقل الإنسان، ألا وهو الجزء المسيطر على سلوكيات ومشاعر الإنسان وأحاسيسه بشكل عام، كما وأنه الجزء المسيطر على جميع العمليات الحيوية في الجسم، حيث يحتوي العقل الباطن في أعمق نقطة فيه على الوظائف الحيوية أو العمليات اللا إرادية التي يقوم بها جسم الإنسان، مثل عمليات الجهاز الهضمي وعمليات الدورة الدموية، ومثل عمليات الجهاز العصبي، ألا وهو المسؤول عن الشعور بالجوع والتعب والنشاط والألم وغيره من الأحاسيس الحيوية في الجسم، حيث يمكن الدخول إلى هذه العمليات أو البرمجيات الحيوية أو الجينية أو حتى الغريزية باستخدام طرق التخيل المختلفة، وبالتأثير على هذه البرامج بهدف الوصول إلى نتائج معينة على مستوى الوظائف الحيوية أو حالة الجسم بشكل عام، كما سوف نفصل أكثر لاحقا.